تأهل منتخب المغرب لدور ثمن نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على كندا بهدفين مقابل هدف واحد، وتصدر أسود الأطلس المجموعة السادسة ب7 نقاط، ورافقه المنتخب الكرواتي وصيف المجموعة ب5 نقاط. سجل للأسود حكيم زياش في الدقيقة الرابعة ويوسف نصيري في الدقيقة 34، بينما سجل لكندا نايف أكرد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 44 هدف مباغت. لم يتأخر المنتخب المغربي عندما استفاد حكيم زياش من خطأ للحارس بورخان الذي حاول إبعاد الكرة، لكنه وضعها أمام نجم الأسود الذي استغل خروج الحارس وسددها للمرمى الفارغ مسجلا الهدف الأول. وواصل المنتخب المغربي ضغطه خصوصا من الجهتين اليمنى بواسطة زياش ومن الجهة اليسرى بواسطة بوفال. في الدقيقة 16 عرفت أول فرصة خطيرة للمنتخب الكندي بعد انطلاقة من الجهة اليمنى ومرر لبوشنان الذي كان أمام المرمى وتابع الكرة دون أن يلمسها. وفي الدقيقة 24 تمريرة من حكيمي للناصيري الذي انطلق في مربع العمليات، ومن تسديدة أرضية سجل الهدف الثاني للأسود. عجز كندي. نعم، عجز المنتخب الكندي في الوصول لمرمى الحارس ياسين بونو أمام الضغط الذي مارسه لاعب المنتخب المغرب. وفي الدقيقة 34 محاولة جيدة من الجهة اليمنى قادها زياش ومرر لصابري الذي سدد أمام المرمى، غير أن أحد المدافعين تصدى للكرة وهي في طريقها للمرمى. وشهدت الدقيقة 44 انسلالا جيدا من المدافع كاي من الجهة اليسرى لأوديكيكبي ومرر الكرة أرضية في مربع العمليات، لكن مسارها تغير بعد أن لمسها نايف أكرد وسجل بالخطأ في المرمى. وسجل نصيري هدفا في الوقت بدل الضائع، لكنه لم يتم احتسابه من طرف الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس بداعي تسلل. تراجع الأسود. دخل المنتخب الكندي في الشوط الثاني مهاجما وترك المنتخب المغربي له المبادرة والاستحواذ على الكرة، لذلك بحث عن الوصول لمرمى الحارس بونو، وكاد جونيور أن يسجل الهدف بعد متابعة جيدة للكرة من تمريرة ألفينسو إذ مرت محاذية. وقام المدرب وليد الركراكي مدرب المغرب بتغييرين إذ أشرك سليم أملاح وزكريا أبو خلال بدلا من عبد الحميد صابري وسفيان بوفال. وشهدت الدقيقة 72 فرصة خطيرة للمنتخب الكندي من رأسية أديبا حيث ردت العارضة الكرة، وأشرك الركراكي اللاعبان حمد الله وجواد يميق بدلا من حكيم زياش وعز الدين أناحي في الدقيقة 77. وكاد الحارس بونو أن يرتكب خطأ فادحا بعد أن ضاعت منه الكرة أمام لاعب كندي قبل أن يتدارك وينقض عليها، ولم يستغل حمد الله هجمة مرتدة حيث احتفظ بالكرة ولم يمرر لبوخلال الذي كان وحيدا أمام المرمى. ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب في دور ثمن النهائي صاحب المركز الثاني من المجموعة الرابعة التي تضم إسبانيا وألمانيا واليابان وكوستاريكا. وبهذه النتيجة يكون المنتخب المغربي يعيد كتابة التاريخ ويعيد سيناريو 86. نتمنى أن يصل إلى ما هو أبعد من الدور الثاني في ظل مواجهته للمنتخب الإسباني. المستحيل ليس مغربي إن شاء الله. الفوز للكتيبة المغربية. إذا كنت كتفرج فينا من يوتيوب وبان لك بلي قناة جرعة كتستحق الدعم ديالك، ما تنساش تابونا، واهم حاجه دير لايك وتبارطاجي الفيديو باش يوصل لنا الجداد، وما تنساش تتابعنا على الفيسبوك والانستغرام.